نعود من جديد، أهلا بكم. ونعود أيضا لموضوع التحكيم في المونديال. اليد التي يحرم قانون كرة القدم تدخلت غير مرة في المونديال الحالي، أكثر من مرة بلا حق ولم توقف، ومرة كانت على حق. محمد بشير ساسي يتتبع أيادي شرعية وغير شرعية في مونديال جنوب أفريقيا. من المجري بوشكاش مرورا بالبرازيلي بيلي والألماني بيكنباور إلى بقية العمالقة، أسماء صنعت بأقدامها أهدافا للذكرى وتتويجات غالية وأمجادا طبعت في سجلات ساحرة الملايين. على الرغم من ذلك ظلت اللعبة الأكثر شعبية في العالم شاهدة أيضا على لحظات مثيرة تدخلت فيها اليد لتكتب التاريخ. بداية القصة مع اليد السحرية كانت في مونديال 86. الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا سجل هدفا في مرمى بيتر شيلتون لن ينساه الحكم التونسي علي بن ناصر والجماهير الإنجليزية. بعد 24 سنة المهاجم الفرنسي تيري هنري دخل إلى خانة الغشاشين حين لمس الكرة بيده اليسرى قبل أن يهديها لزميله ويليام جلاس ليوقع الأخير هدف التأهل إلى نهائيات جنوب إفريقيا أمام إيرلندا. جدل واسع أثارته الحادثة، لكن الفيفا رفض إعادة المباراة والتي اعتبرها هنري حلا عادلا. في مونديال القارة السمراء يبدو أن لليد أيضا حضورا قويا سيبقى لزمن طويل نقطة تحول في لقاءات مصيرية كالتي مهدت الطريق أمام الماتادور الإسباني للعبور إلى المربع الذهبي بعد 60 عاما، والفضل يعود إلى تصدي الحارس العملاق إيكار كاسياس لتسديدة كاردوزو. ورغم تواضع كاسياس وادعائه بأن التصدي لركلة الجزاء أمر عرضي حالفه فيه الحظ، إلا أنه حقق بهذه المناسبة إنجازا تاريخي غير مسبوق، حيث أصبح أول حارس يتمكن من صد ضربتي جزاء في دورتين مختلفتين من نهائية كأس العالم. الأمر اختلف مع الأوروغواني لويس سواريز الذي دخل القائمة السوداء لأسوأ لمسات، فمهاجم أياكس أمستردام الهولندي حرم المنتخب الغني من لحظة تاريخية ربما لا تتكرر كثيرا بإخراج كرة هدف محقق ليطرد على إثرها من الملعب، إلا أن الحظ أدار ظهره لأساموا جيان في تنفيذ ركلة الجزاء، ومن بعد ابتسمت المستديرة للأسيليستي في بلوغ المربع الذهبي. المنتخب الإفريقي الثاني كوت ديفوار كان ضحية هدف بقدم بيلي ويد مارادونا حمل توقيع البرازيلي لويس فابيانو الذي اعتبره الأجمل في مسيرته الكروية. محمد بشير ساسي، العربية.